السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة حبايبي جايبين الخيار بتاع زمان الصغنن. بصوا الصبع قد ايه، الخيار قد ايه. انا عايزة اقول لكم الخيار ده كنا زمان بنجيبه، كنا نلاقيه في السوق، الخيار الصغنن قوي ده، وبنخلله كان بيبقى جميل جميل جميل. الخيارة صغيرة قوي ده، هي كده باينه لكم كبيرة في الكاميرا، انما هو صغير قوي قوي. يعني بصوا الخيارة قد ايه، خيارة صغننة قوي. وما شاء الله بيبقى حلو قوي قوي ده في التخليل. انا غسلاه غسلة حلوة اهو، غسلاه كذا مرة يعني منضفاه. انا الصراحة الصبح لقيته كده قدامي فانا قلت اجيب منه. بصوا يعني مش اللي هي خيارة كبيرة ولا حاجة، صغيرة. ما شاء الله حلو، وبيبقى ايه جميل في التخليل بتاعه. شايفين صغنن ازاي؟ آه هنخلله دلوقتي مع بعض. انا غسلاه كويس، وحتى الاطراف دي مش هشيلها عشان هو ما شاء الله هيستوي بسرعه، وهو اسهل مخلل بصراحه بتاع الخيار. احنا معانا هنا ميه، وهنحط فيها معلقتين كده خل، مش هنكتر عشان ما يتهريش. هو عامه ما شاء الله في الطبيعي بيستوي بسرعه. وفص توم واحد، فص مش راس توم، فص واحد توم. معايا هنا معلقتين كمان سكر. السكر بيخليه مقرمش وحلو، وما بيخليهوش يبقى طري يعني. ومعانا ملح هنحطهم. بصوا الملح احنا اهو، ده سكر وملح، معلقتين السكر ومعلقتين الملح حطيتهم مع بعض. هنقلبهم كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. وطريقته سهلة جدا، وتخليله برضو سهل، ما بياخدش وقت خالص خالص خالص. من الحاجات الخفيفة بصراحة الخيار، حتى في أكله بيبقى خفيف وحلو يعني، ما شاء الله اللهم بارك. احنا كده اهو هنقلبهم واجهزهم دول كده تمام، وهركنهم على جنب. وهنرص مع بعض الخيار في اي بطرمان عندك. معايا البطرمان ده هو ده كيلو خيار، كيلو واحد. هنرصهم بقى، يعني ما شاء الله شايفين الخيارات صغننه قد ايه. وهرصهم معاكم كده ونجهزهم، وهوريهم لكم في الاخر. لو في طبعا ازايز او بطرمانات ازاز بتبقى افضل، ولكن المتاح عندك. وفي نفس الوقت انا بخاف من الازاز بصراحه، لان بعض الاوقات بالذات لما يبقى فيه ولاد في البيت وكده بيقع منهم يتكسر. فانا ده المتاح عندي. اي حاجه متاحه عندك، احنا في طبيعتنا في البيت كلنا بيبقى عندنا ايه، اي حاجه بطرمانات فاضت او كده يعني بنستخدمها تاني. هرصه في البطرمان واجي وارجع لكم تاني. ورجعت لكم حبايبي بعد ما خلاص اهو رصيناه في اي نوع بطرمان عندك اهو. رصه جامده يعني، مش هيطلع ولا حاجه. والملح انا ما قلتلكوش، انا حاطه 3 معالق ملح. الملح حسب يعني كميه المخلل اللي انت هتعمليها. اصلا ممكن اقول لك 3 او 4، بيبقى حسب كل مثلا لتر ميه بنحط عليه. برضو دوق الميه بتبقى احدق من المعتاد بكتير، يعني من ان انت بتعمليها لاكلك العادي. وفي هنا تركايه كمان هحطها له، نفسي هجربها معاكم وهقول لكم بامانه وبما يرضي الله لما يتخلل وضعه ايه. بصوا هنفرك عليه هنا حبه زعتر اهو، ده زعتر. الريحه بتاعته جميله جدا، انا بصراحه من النوع اللي بحب الزعتر، ريحته حلوه قوي قوي قوي. وهنحطها مع المخلل حبه اهو، قد نص معلقه مش كتير. وكده الميه بتاعتنا جاهزه معانا، اللي احنا هنسقي بيها المخلل بتاعنا. اعملي ميتك، وعادي لو الميه ما كفتش اعملي حبه تاني، مفيش اي مشكله طالما انتي ظابطه ملحك وظابطه دنيتك تمام. ما تنسوش كده الصلاه على الحبيب، ما تنسوش فضلا ليس امرا تحطوا اللايك بتاعكم. ما تنسوش ندعي ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويصلح احوالنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. هنيجي هنا على الوش هنحط حبه الخل، وهنحط كمان حبه زيت
ده بيبقى ايه عشان خاطر مفيش اي حاجه تبقى على الوش. الخل والزيت دي مفيش حاجه بتبقى على الوش. خلاص كده هنعمله كده عشان لو في اي هواء وتطلع منه. ان شاء الله الوصفه دي تبقى يعني تعجبكم. انا عملت معاكم الخيار قبل كده، ولكن المره دي عجبني عشان صغير قوي قوي، فبصراحه يعني فعلا كنا زمان بنجيبه الصغير قوي قوي قوي. هو حلو وجميل بصرف النظر على الاسعار، انا مش بتكلم على الاسعار، انا شفته عجبني عشان الاحجام الصغيره قوي قوي بتاعت المخلل دي بقالنا كتير قوي بصراحه ما جبناهاش، وبنجيبه من المحلات بس بيبقى في المحلات، فده عجبني قوي لما لقيته. هنحط كيس كمان عشان نقفل العلبه كويس ما يبقاش فيها اي هواء. شكرا لكم حبايبي وشكرا لمتابعتكم، ويا رب يكون الوصفه عجبتكم النهارده. وصفه بسيطه وسهله، وما شاء الله المخللات كلها دلوقتي موجوده في السوق ومتاحه في السوق. يعني لو حابين مثلا دلوقتي ليمون، خيار، فلفل، ما شاء الله اللهم بارك، والشتاء داخل والبنجر والكلام ده كله بيزيد. فيا رب ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم، وشكرا لكم لمتابعتكم حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.